بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مبحث اليوم هو مبحث الوحي. علوم القرآن وحي من الله عز وجل. طيب، ما هو الوحي لغة واصطلاحا؟ قال: تعريف الوحي في اللغة: مصدر أوحى أو وحى، والأولى أوحى أفصح، وقد ورد بها القرآن كما قال الله عز وجل: فأوحى إلى عبده ما أوحى. طيب، ما هو الوحي في اللغة؟ قال: ضع عليها خط: وهو الإعلام الخفي. هذا الوحي لغة. أقول لك ما هو الوحي لغة، تقول الإعلام الخفي. وأركان الوحي ثلاثة. الوحي، كل وحي أركانه ثلاثة، ما يعتمد عليه. أركان الغرفة هنا ما هو؟ ما هي أركان الغرفة هنا؟ الفصل 4 طوف، يعني إذا سقط واحد منها ايش يفعل؟ طيح سقف. هكذا الأركان. أركان الوحي: أول شيء الموحي الذي يوحي بالكلام وهو مصدر الوحي. الثاني الموحى إليه وهو مستقبل الوحي والمرسل إليه. الثالث الموحى به وهو الرسالة والوحي الذي ينقل من المرسل إلى المستقبل، الموحى به. طيب، الوحي في اللغة هو عام، إعلام خفي. فلو أنت كلمت الذي بجانبك الآن بكلام خفي عليه، أستطيع من ناحية اللغة أقول: ماذا توحي لصاحبك؟ هذا في اللغة. أي إعلام خفي نسميه وحيا. ففيه عموم من أي إنسان، من أي مستقبل، من أي كلام، إعلام خفي. طيب، هذا الإعلام الخفي الذي هو الوحي لغة ينقسم إلى أنواع متعددة في القرآن. الوحي لغة، إلى الآن ما أتينا الوحي الشرعي الذي هو كلام الله عز وجل المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأنبياء، لا، الآن الوحي في اللغة أتى له أنواع في القرآن الكريم. صفحة 65 في الأول قال: النوع الأول هذا للوحي لغة، ضع عليه رقم 1: الإلهام. الوحي لغة من أول معانيه الإلهام. طيب، ما هو الإلهام؟ قال: ما وهو يعني الإلهام ما يلقيه الله في الخاطر والروع. الروع بنفس معنى الخاطر، بنفس معنى القلب، الفؤاد. هذا هو الروع، ما يلقيه الله عز وجل في القلب لإرشاد لأمر ما، أو ما يلقيه الله عز وجل في غريزة الحيوان لتسييرها وفق إرادة الله عز وجل، أو رسائل الأمر للملائكة للإرشاد إلى أمر ما. فذكر 3 أمور: الإلهام إما يكون للإنسان، أو لما يكون في غريزة الحيوان، أو رسائل الأمر من الله عز وجل للملائكة بأن يقبضوا مثلا روح فلان، أو أن ينزلوا مطرا، أو إلى آخره. ثم قال: فهو باختصار، حتى يشمل الأنواع الثلاثة اللي فوق، قال: فهو باختصار التسيير الإلهي للخلق وفق الإرادة القدرية. هو التسيير الإلهي للخلق وفق الإرادة القدرية. هذا الذي يلقيه الله عز وجل سواء في الحيوان أو في الإنسان أو للملائكة، ما يكون في القلب أو في داخل هذه المخلوقات وتفعل لشيء ما، هذا يسمى إلهام. مثل، يعني أقرب لك الصورة: أنت أحيانا تفعل أمر ما، فجأة تخرج من مكان معين، يأتيك شيء من داخلك يقولك: اخرج، قم اخرج من هذا المكان. فتقوم، فمثلا يسقط الجدار أو يحدث حادث في هذا المكان. فأنت من تحكي هذه الحكاية يقولون لك: كيف عرفت أنك خرجت؟ تقول: والله ما أدري، أتاني إلهام، أتاني شيء من الداخل يقول لي اخرج. هذا يقع ولا ما يقع؟ هذا هو الإلهام. طيب، فإذا أقسام الإلهام اللغوي العام 4 باعتبار تنوع المستقبل والموحى إليه. 4 باعتبار من هو الذي يأخذ هذا الإلهام. الأول الإلهام الفطري للإنسان، مثل ما قال الله عز وجل عن أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ما المقصود هنا بالوحي؟ وأوحينا إلى أم موسى الإلهام.
فإذا أتت الآن واحدة من النسويات وقالت يوجد مثل ما عندكم أيها الرجال أنبياء ورسل، حتى نحن النساء عندنا نبيات ورسولات، ما الدليل؟ قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى. لكن فكركم الذكوري ما يجعلكم تقروا ما يجعلكم أن تقروا بوجود نبيات ورسولات، فنقول هذا كلام باطل. لماذا؟ لأن سنقول لها كذلك إذن على كلامك ما شاء الله القوي، حتى هناك نحل نبيات. نحل، نعم، لأن الله عز وجل قال وأوحى ربك إلى النحل، فإذا هناك وحي إلى النحل. هل يوجد من النحل رسولات ونبيات؟ لا يوجد. فإذا ليس كل وحي في القرآن هو الوحي الشرعي، هذا وحي لغوي بمعنى الإلهام. وأوحينا إلى أم موسى أي ألهمها الله عز وجل أن أرضعيه. كذلك مثلها قوله تعالى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، أصحاب عيسى عليه السلام، وحي لغوي، وإلا النبي هو عيسى عليه السلام. طيب، إذن للإنسان الإلهام للإنسان، هذا القسم الأول. الثاني للحيوان، إلهام غريزي للحيوان، مثل الآية المتقدمة عن النحل وأوحى ربك إلى النحل. الثالث إلهام كوني للجمادات، مثل كلكم يحفظ سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها في نهايتها بأن ربك أوحى لها. كيف أوحى لها؟ يعني هي نبية؟ لا يا أخي، هذا وحي لغوي بمعنى الإلهام للجمادات. وقال الله عز وجل وأوحى في كل سماء أمرها. طيب، النوع الرابع للوحي في اللغة إلهام للملائكة، الله عز وجل يلهمهم أن يفعلوا أمرا مع ما، كما قال الله عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة. هذا الإلهام للملائكة إذا كان يعني أوامر غير نقل كلام الله عز وجل، نقل كلام الله سبحانه وتعالى إلى الأنبياء، يكون بمعنى اللغوي، وإلا يكون المعنى الشرعي. طيب، النوع الثاني من أنواع الوحي في اللغة، النوع الأول الإلهام، سواء للإنسان للحيوان للجمادات للملائكة، المهم الإلهام. النوع الثاني للوحي في اللغة الوارد في القرآن بمعنى الوسوسة، وهذه كلمة دائما تستعمل عند المسلمين، فلان يوسوس، فلان وسوس، فلان موسوس. طيب، ما هي الوسوسة؟ قال هو وحي الشيطان لبني آدم بالسوء، يأتيك يقول لك أنت سوف تموت، أنت ستفتقر، سيكون حرب، كذا، يعطيك دائما إساءة الظن وما يسمى الآن بالفكر السلبي أو السلبي. هذا كثير من الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، يقول لك تفتقر، أنت وجهك مو وجه غنى، أنت وجهك وجه فقر، الشيطان يقول لك وأنت تصدقه. هذا أعوذ بالله، هذه وسوسة، تتعوذ بالله من إبليس. أو يأتيك ويعطيك خواطر سيئة عن الله عز وجل أو عن القرآن، يعطيك يخليك عندك وساوس اتجاه الله سبحانه وتعالى أو القرآن أو المؤمنين أو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من الشيطان، تقول أعوذ بالله من إبليس ولا يضرك ولا تؤاخذ به. هذه الوسوسة من الشيطان تسمى وحي في اللغة، ورد بها القرآن، مثل قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فإذا هنا سماه وحيا. كذلك في قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهنا بالوسوسة، هو الأصل الوسوسة تكون من الشيطان، لكن ممكن أن يأتي إنسان ويوسوس إلى آخر، يأمره بالسوء، يحبطه، يقول له كلام سلبي كذا. فهنا عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، يوسوسون لبعضهم البعض. طيب، قال ورد في السنة تسمية الإلهام والوسوسة لما، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما لمة الشيطان فإيعاد بالخير وتكذيب بالحق، فسماها لمة. طيب، هذا النوع الثاني للوحي في اللغة الوارد في القرآن بمعنى الوسوسة. النوع الثالث للوحي في اللغة هو الإيماء والإشارة،
إشارة سواء بالرأس باليد بأي جزء من أجزاء البدن، رمز بجارحة من الجوارح، ممكن أن نسميها في اللغة وحي. كما قال الله عز وجل عن زكريا: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم. يعني إيش أوحى إليهم؟ يعني أشار إليهم بإشارة خاصة. وكما قال الله عز وجل: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. هذا الرمز يسمى وحي. طيب، فإذا هذا كله الوحي في اللغة، خلاصته أنه الإعلام الخفي. وحي لغة الإعلام الخفي، وينقسم في القرآن إلى كم قسم؟ 3 أقسام. الأول بمعنى الإلهام، وهذا الإلهام 4: للإنسان، للحيوان، للجماد، للملائكة. أحسنت. الثاني وسوسة. الثالث الإشارة والرمز. طيب، الآن هذا كله الوحي في اللغة. طيب، الوحي في الشرع، قال: انظر، هو إعلام الله عز وجل لأحد أنبيائه بكلام شرعي بطريق مباشر، يعني بغير واسطة، أو بغير مباشر، يعني بواسطة. فإذا ذكر في هذا التعريف 6 محترزات، أو ذكر 6 محترزات. الاحتراز الأول إعلام، أي إخبار، الله عز وجل يخبر، هذا فيه إعلام. الثاني، المحترز الثاني في التعريف، إعلام الله. إذن ليس كل إعلام، الوحي في الشرع إعلام خاص بالله سبحانه وتعالى، يخرج كل إعلام لغير الله سبحانه وتعالى. ثم هو خاص بمن يلقى إليه، قال لأحد أنبيائه فقط. الوحي الشرعي لابد يكون خاص بالأنبياء، فيفيد خروج كل ما سوى الأنبياء. ثم قال بكلام شرعي، فهو بيان للموحى به أنه كلام شرعي، سواء أوامر، نواهي، تشريعات، قصص، أخبار غيبية. الاحتراز الخامس قال بطريق مباشر، يعني بطريقة مباشرة من الله عز وجل لهذا النبي، أن يكلمه كفاحا، كما قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. قال أو غير مباشر، وهو كالعادة ينزل الوحي عن طريق جبريل. فإذا نفهم من هذا التعريف ما الفرق، المسألة التي بعد ذلك، بين الوحي في اللغة والوحي في الشرع. أن الوحي في اللغة عام، الإعلام الخفي عام، من يصدر هذا الوحي عام، من يستقبل هذا الوحي عام، ما هي الرسالة الموحى بها عامة. أما الوحي في الشرع فكله فيه خاص، هو إعلام خاص من الله، خاص للأنبياء، خاص بالرسالة، وهو كلام الله عز وجل. فإذا هذا الفرق بين الوحي في اللغة والوحي في الشرع. طيب، الوحي في الشرع في العادة يأتي عن طريق أمين الوحي، وهو جبريل عليه السلام. هذه معلومة معروفة عندكم، كما قال الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. روح القدس هذا هو جبريل. طيب، كيف ينزل الوحي على جبريل ثم يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء عندنا قاعدة جميلة جدا قالها الإمام مالك لأحد الناس، نأخذها، أن تأخذها في كل أمور الغيبية، أو إذا سئلت كيف. قال الإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، كما قال الله عز وجل في القرآن. فقام أحدهم يريد أن يشكك الناس في صفات الله سبحانه وتعالى وفي الإيمان بالله عز وجل، فقال: كيف استوى؟ أن هو لا يسأل سؤال مسترشد وسؤال أن يريد أن يعرف الحق، لا، يريد أن يشكك الناس، يثير الشبهات. عرف هذا الإمام مالك، فقال له: الاستواء معلوم، معلوم في لغة العرب، وأنت تريد أن تشكك. الاستواء معلوم، وهو العلو والارتفاع. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج من مجلسه. الآن وجه الشاهد، قال الكيف ما هو؟ مجهول، وفي رواية غير معلوم. الله عز وجل أخبرنا أنه استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، لكن هل أخبرنا كيف استوى؟ ما أخبرنا. الله عز وجل أخبرنا أنه يسمع جميع المسموعات، لكن هل أخبرنا كيف يسمع؟
ما أخبرنا، فنؤمن بما أخبرنا به ولا نتكلم بما لم يخبرنا الله عز وجل به، ولا يعكر على إيماننا بالشيء عدم معرفتنا بالكيفية. أنا مثلا عندك صادق وأمين، فقلت لك اشتريت سيارة غريبة ليست باب واحد ولا بابين، باب ونص، وأن تصدقني، فصدقتني وآمنت بكلامي بمعنى صدقتني. لو واحد يقول لك شلون صايرة هذه السيارة باب ونص، فقلت والله ما أدري، ما أعرف الكيفية، ما شفتها من قبل. يقول شلون تصدقه وأنت ما تعرف الكيفية؟ يقول عادي، أنا لأن أثق بالدكتور أو أثق بفلان الذي أخبرني أنه صادق، لكن أنا إلى الآن ما أعرف، ما شفتها ولا شفت مماثل لها. وهكذا نحن نؤمن بسمع الله، بعلم الله، ببصر الله، باستواء الله، بنزول الله، ولا نعلم الكيفية لأن الله عز وجل ما أخبرنا بالكيفية. هذه خذها قاعدة. طيب هنا كيف الله عز وجل بلغ الوحي إلى جبريل وجبريل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل أنا ما ندري لو لم يأتي تفصيل في القرآن والسنة. هل أتى تفصيل في كيفية؟ نعم، ورد شيء من التفصيل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة أو السلسلة على الصفا، على الصخرة. قال فيصعقون، يعني إذا تكلم الله عز وجل يصعق أهل السماء، يخر عليه، يغشى عليهم. قال فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا أتاهم جبريل الملائكة فزع عن قلوبهم، يعني أزيل الفزع عن قلوب الملائكة، فيقولون لجبريل: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول جبريل: الحق، فينادون الحق الحق. وأتى بمثل هذا الحديث الآخر تقرؤونه. وفي البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. هذه التفصيلات التي أتت، ولا ندخل عقولنا في تأويلها أو ردها أو تمثيلها بأي شيء من المخلوقات. هذا الله عز وجل يتكلم بالوحي، تخر الملائكة وتضرب بأجنحتها من هول وعظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة كلامه. ثم يأخذ جبريل هذا الكلام وينزل به إلى الأنبياء بما أراد الله عز وجل. طيب، الوحي أتى للأنبياء كما قال الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وهذا الوحي الذي أتى إلى الأنبياء على أنواع، ليس بنوع واحد. جمعت غالب الأنواع الوحي الشرعي. الآن الوحي اللغوي أخذنا 3 أقسام، الوحي الشرعي 4 أقسام. غالب هذه الأنواع سواء 3 منها أو كلها 4 وردت في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فإذا لما قال إلا وحيا، هذا نأخذ منها الإلهام. هذه طريقة من طرق الوحي الشرعي للأنبياء، أن يلهمون بما يريد الله عز وجل. قال أو من وراء حجاب، وهذه الطريقة الثانية أو النوع الثاني من الوحي الشرعي، وهو الكلام المباشر إلى النبي. مثل تعرفون كيف فرضت الصلاة في الإسراء والمعراج؟ كيف؟ كانت 50. أي لا، الله عز وجل كلم من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، مثل ما الله عز وجل كلم موسى وكلم الله موسى تكليما. فإذا هذه أو من وراء حجاب. الثالثة وهي المشهورة المعروفة، قال أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الرسول يعني الملك، من هو؟ جبريل عليه السلام. واضح هذا؟ طيب، نأخذها الآن بشيء من التفصيل. هذه أنواع الوحي شرعا، أنواع الوحي شرعا. النوع الأول قال الإلهام الشرعي. ما هو الإلهام الشرعي؟ قال هو ما يلقيه الله عز وجل في خواطر وأفئدة الأنبياء في المنام واليقظة، برسول وبغير رسول. مثل الرؤية، مثل ما يقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من المعاني الشرعية فيعبر عنها بالسنة، هذا إلهام من الله عز وجل. قال
فتعريف الإلهام واحد، وهو ما يلقى في الخاطر والروع من مرادات الملهم الموحي. والإلهام الشرعي يزيد على اللغوي في كون الملهم هو الله جل وعلا، والملهم الموحى إليه هم الأنبياء عليهم السلام. والإلهام يكون بخبر شرعي من أمر وغيره. فإذا تذكرون أخذنا من أنواع الوحي لغة الإلهام، وهنا الوحي شرعا الإلهام. ما الفرق؟ هناك إلهام عام، وهنا إلهام خاص بالله وإلهام خاص بالأنبياء. طيب، هذا قد يكون في المنام وقد يكون في اليقظة. في المنام مثل الرؤيا الصالحة، مثل إبراهيم عليه السلام لما رزق، وهذه قصة عجيبة يا أخوان. الله عز وجل ابتلاه بعدم الإنجاب، فلما كبر سنه أنجب، والله عز وجل رزقه بالولد. تعرف الولد إذا أتى على كبر يتعلق قلب الأب بهذا الولد، ويعرف هذا حتى إذا ما كبر الإنسان. لو الإنسان أول مثلا 3 4 5 10 سنوات بعد الزواج ما رزق بأولاد، بعد ذلك إذا أتى إليه هذا العطاء بعد الحرمان يعلق القلب بهذا. فإبراهيم عليه السلام أحب إسماعيل، فأتى الابتلاء وهو الاختبار. رأى رؤيا أن الله سبحانه وتعالى يأمره بذبح ابنه إسماعيل. هذه أنتم أدري أنكم تعرفونها، لكن تأمل فيها، يعني عظيمة جدا. فذهب إبراهيم عليه السلام إلى إسماعيل فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إيش رأيك؟ حين الله عز وجل يأمرني أني أكرك أذبحك، ماذا قال؟ يا أبت افعل ما تؤمر. افعل ما تؤمر، اقتلني. الله أكبر، شوف الاستجابة. فلما أسلم طبق ما يعرفونه من الإسلام، أسلم وتله للجبين، جاب من جبينه يريد أن يذبحه، وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يعني كيف هو ما كان مصدقها من قبل؟ صدقها بالفعل. تصديق ليس تقول أنا أصدق أن الله عز وجل هو الواحد المستحق بالعبادة ثم لا يصلي الإنسان ولا يصوم ولا يذكر الله عز وجل ولا كذا، يقول أنا مصدق معي التصديق، قلبي أبيض مثل اللبن، وهم تارك الصلاة وتارك الصدقات وتارك كذا، يقول قلبي أبيض. كيف بطلت قلبك وشفته؟ يحتاج إلى فعل. طيب، المهم أن هذه الرؤية التي رآها إبراهيم عليه السلام نوع من أنواع الإلهام في المنام، من أنواع الوحي الشرعي للأنبياء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أوحي إليه ماذا تعرفون؟ أول ما أنزل عليه الوحي تعرفون إيش القصة؟ هذا أول ما أنزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. خطأ، وهذا من المعلومات المشهورة وهي خطأ. صار نبي من يوم كان عمره 6 سنين. أفكر لا، ليس هذا. قالت عائشة في البخاري: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، وكان وفي رواية الصادقة، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. هذا أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، أنه لا يرى رؤيا إلا يستيقظ يشوفها كما رآها في المنام، مثل ما ترى أنت الضوء والشمس. تشك فيه؟ ما تشك فيه. كذلك إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا رآها في الواقع. هذه تهيئة. ما الحكمة منها؟ قال: هذه الوحي أول مراتب الوحي الشرعي. طيب، الحكمة منها هي التهيئة والاستعداد لهذا النبي. فجأة يأتيه جبريل ربما لا يستعد لهذا، مع هذا الاستعداد لما أتاه جبريل خاف خوفا عظيما. فهي تهيئة واستعداد للأنبياء. وهذا الوحي في المنام ليس خاصا بأول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل أتاه بعد ذلك، مثل في قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فهنا متى وقعت هذا؟ في المدينة قبل صلح الحديبية. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم، درستم السيرة، لماذا ذهب إلى صلح إلى الحديبية وأراد العمرة؟
رأى رؤية أنه يعتمر، فقال للصحابة والمسلمين سنعتمر. فرأى رؤية، هذه نوع من أنواع الإلهام في المنام، وطبقها وذهب إلى مكة، بينهم حروب، بينهم بدر وأحد والخندق وهذا كلها بعد، وأراد إلى العمرة. لماذا؟ رأى رؤية، ورؤية الأنبياء وحي وإلهام من الله عز وجل. طيب، الحالة الثانية من الإلهام، هذا كله الآن في المنام. الحالة الثانية في الإلهام، إلهام للأنبياء في اليقظة ليس في المنام. قال هو التلقف الروحاني والإلقاء في الروع والخاطر والقلب، يلقيه الله عز وجل مباشرة أو بواسطة الملك أو الملك على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فيعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه أو بفعله تعبيرا عن مراد الله. هذا له أنواع، أن يأتي الإلهام للنبي في حال يقظة، منه ما يكون عن طريق جبريل عليه السلام، مثل أشهر مثال عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس، قلنا من هو روح القدس؟ جبريل. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا أتى جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ونفث في روعه، يعني في قلبه، يعني إلهام في اليقظة، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، ما راح تموت أنت ولا أنا ولا أحد حتى يأخذ الرزق الذي كتبه الله عز وجل. فماذا نفعل؟ طلب جميل. أحسنت، نطلب طلب جميل وليس ننام نوما جميلا. كثير من الناس خلاص الأرزاق مكتوبة، قاعد بالبيت مندي وأكل ومفطح، يا حبيبي روح اشتغل. مكتوبة الأرزاق ولا مكتوبة؟ مكتوبة، خلاص يا حبيبي، مثل ما يجيك الموت راح يجيك الرزق، فش تسوي؟ انبطح وانسدح في الديوانية. هذا فهم متخلف للدين، هذا فهم متخلف للدين، وللأسف منتشر. يقول لك الأرزاق مكتوبة، صحيح الأرزاق مكتوبة، لكن قد يكون حق يراد به باطل، مثل هذه درست ما درست يا أخي، الدرجة مكتوبة من بطن أمك، فش تسوي؟ ما تدرس. يا سلام، استدلال باطل. يقول لك وهكذا، يعني القدر، القضاء والقدر عند كثير من المسلمين مفهوم فهما خاطئا، وهو أن يكون القدر والقضاء والقدر مدعاة للكسل ومدعاة للجلوس والخنوع، أن يذل الإنسان يتفل في وجهه، فيقال له لماذا لم تنتصر؟ وش سوى؟ الله عز وجل كاتب عليه أنه يتفل في وجهي. ما شاء الله. طيب وأنت إذا تفلت في وجهه مثل ما تفل في وجهك أيضا مكتوب. فواحد راح عالم من العلماء قال له كيف الله سبحانه وتعالى يقدر علينا المعاصي ثم يحاسبنا عليها؟ فكل شيء مكتوب، فإذا الله عز وجل لن يعذبنا. يعني قال له أنت خلاص إذا أنت تعذر أي شيء مكتوب، أنت تعذر. قال إيه؟ قال له كل شيء مكتوب. قال إيه؟ ولا يروح يصك كف، يقول اعذرني والله مكتوب في قبل أن أخلق أني أنا صك الكف. قال لا ما أدري إيش وعمل. طيب نفس الشيء. طيب هذا طبعا تذكر من باب الطرفة، يعني مو تمشون تطقون خلق الله، زين. لكن أنا أقصد هذا استدلال أيضا باطل. الله عز وجل كتب، لكن أنت ماذا يدريك ماذا كتب الله عز وجل؟ الله عز وجل الذي كتب قال لك اعمل، وأمرك بالعمل، وأمرك بالجد والاجتهاد. فإذا قال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ما هو الإجمال في الطلب؟ أن تطلب الرزق طلبا جميلا، يعني ما تكون مجتهد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه والذي قال هذا الكلام قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الرسول صلى الله عليه وسلم متى أسس الدولة في المدينة؟ كم عمره؟ 53 سنة. الحين 53 سنة في ديسك وبعصا وكذا وخلاص ما حد يكلمه. زين طيب 53 سنة بعدها بدر كم عمره؟ 55. أحد، الخندق بالخمسينات، نهاية الخمسينات، حرب وراء حرب. هذا جد واجتهاد ولا لا؟ هذا من ناحية السياسة، تأسيس الدولة. الزواج، غالب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهن بعد 50. فإذا هناك جد، حياة جادة. أيضا التأليف بين الصحابة، العمل، إرسال
فإذا جد واجتهاد. فهو نفهم هذا، واتقوا الله وأجملوا في الطلب، الحرص على ما ينفع. لكن ما هو الطلب الجميل؟ أن لا يكون بالحرام. اطلب واجتهد في طلب الرزق، في طلب الدرجات، في طلب العلم، في طلب الخير، اجتهد. ولن تنال ما تتمنى حتى تفعل حتى تبذل وتتعنى. ويقول ابن القيم: أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من طلب الراحة فقد الراحة. تبي نعيم ما راح يدرك بكسل ونعيم، لن يدرك إلا بصعوبة. من يأتي من إخواننا من شتى البلدان، سفر وغربة وكربة وأذى، لماذا؟ لطلب العلم. هذا فيه شيء من الجد. فلا بد مع تصحيح النية أن تبذلوا أكثر، أن تعملوا أكثر حتى تنالوا ما تتمنوا إن شاء الله. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذن الطلب الجميل أن لا يفعل بالحرام، هذا واحد. الأمر الثاني ألا يشغل قلب الإنسان حتى لو كان بالمباح عن ما هو أوجب منه. أنت بالمباح تجارة أو طلب علم أو طلب خير أو طلب كذا، لكن أخذ قلبك حتى بدأت تقصر في الطاعات ويكون أكبر همك الدنيا ونسيت الآخرة بالمباح، فهذا أيضا مذموم وليس بطلب جميل. طيب، إذن الإلهام الذي يكون الأنبياء في اليقظة قد يكون عن طريق جبريل مثل هذا الحديث، وقد يكون من غير جبريل من الله عز وجل للنبي، مثل إيش؟ غالب أو كل السنة النبوية. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم هو من عند نفسه أم هي وحي من الله؟ وحي من الله. قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حتى أن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل كلامه، فأنكرت عليه قريش، قال: أنت تكتب عن بشر، يعني ممكن يقول شيء، يعني أنت تكتب كل شيء. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: هل أكتب؟ قالوا عني كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. فإذا غالب السنة أو كل السنة هي وحي من الله عز وجل، لكن بتعبير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أقول إلا حقا. فقاله بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا رسول الله، تضحك معانا تداعبنا، شلون ما تقول إلا حق؟ قال: إني لا أقول إلا حقا. يداعب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ما يقول إلا الحق. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. فالآن بعض الدعوات الباطلة أن هذا حديث آحاد ولا تأخذونه، وهذا أهم شيء القرآن، واتركوا السنة لأن فيها كذب، لأن فيها ضعف، فيها كذا، هذه دعوات مأفونة باطلة. بل السنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم على العين وعلى الرأس، ولا نقول إلا سمعنا وأطعنا، وهي من الوحي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، خصائص والسمات لهذا الوحي بالإلهام في اليقظة. قال: لم ينزل شيء من القرآن في هذا الإلهام. أن يأتي عن طريق الإلهام مثلا، سواء عن طريق اليقظة أو المنام، هذا الإلهام للرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزل فيه شيء من القرآن. هذا واحد. الثاني قال: الوحي بالإلهام في اليقظة معناه من عند الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بما يخص السنة النبوية، هي ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، نقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. الثالث، الخصيصة الثالثة، قال: الوحي بالإلهام في اليقظة منه ما كان بلا واسطة وهو غالب السنة النبوية، ومنه ما كان بواسطة جبريل عليه السلام وهو قليل نادر، مثل ما مر معنا إن روح القدس نفث في روعي. قال: بل هو أقل أنواع الوحي وقوعا وورودا، ومثله في القلة والندرة الكلام المباشر بلا رؤية، أن الله عز وجل يوحي للنبي بالكلام المباشر. فإذا هذا هو النوع الأول بتفصيلاته في السنة النبوية، أو عفوا عن القرآن أو الوحي الشرعي، وهو عن طريق الإلهام. أول نوع من أنواع الوحي الشرعي هو الإلهام، وستأتينا بقية الأنواع في المحاضرات القادمة إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. وإياكم.